خالد الغندور يكشف عن أول رد فعل مفاجأة من مرتضى منصور اليوم، وذلك على تصريحات سليمان وهدان بالأمس مع مرتضى منصور. كشف خالد الغندور عن رد فعل مرتضى منصور بعد الخروج الإعلامي لسليمان وهدان عضو إدارة نادي الزمالك بالأمس. خرج في تصريحات تلفزيونية رفض فيه قرار عزله من عضوية مجلس إدارة الزمالك، القرار اللي أصدره الرئيس المعزول، إلى جانب طبعا الاتهامات المالية اللي تم توجيهها من سليمان وهدان إلى مرتضى. خالد الغندور بقى قال إن مرتضى أعلن اليوم الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد، وذلك لمناقشة هذه التصريحات لجانب تصريحاته السابقة بإرسال بوكيه ورد للنادي الأهلي، وذلك على الرغم من أن النادي الأهلي على حسب كلام الغندور كانوا سبب في حبس مرتضى منصور، وكأن الغندور مثلا عاوز مرتضى يقعد يشتم ويخوض في عرض الخطيب، والخطيب يقعد ساكت ما يعملش حاجة ولا حتى يلجأ للقضاء عشان ياخد حقه.